لو رجع بيا الزمن 10 سنين وشفت سيف اللي عنده 20 سنة مش هسلم عليه ولا هاخده بالحضن. انا غالبا هخبطه قلم يفوقه من تضييع الوقت والهبل اللي كان عايش فيه. انا النهارده عندي 30 سنة وبقول لك والله في 3 حاجات لو كنت عرفتهم وانا عندي 20 سنة كان زماني في حتة تانية خالص. 3 حاجات بس كنت هقولهم لنفسي وهمشي عليهم كانوا هيضمنوا فعلا لما اوصل لل 30 اللي هو حاليا ان هكون في حتة تانية. اول حاجه هقولها بلاش تشتيت يا سيف، بلاش تركز في 500 مجال. اشتغلت في المعمار فتره كبيره جدا من حياتي واشتريت موتوسيكل، اشتغلت دليفري وعملت حادثه كده بالموتوسيكل، كنت بغرق في ميه انا والموتوسيكل. فتحت 3 محلات مجالات مختلفه جدا عن بعض. اشتغلت في المونتاج اللي هو شغل حاليا. كنت هقول لنفسي ساعتها ان انا اركز في مجال واحد بس، اقعد براحتي بعنايه بهدوء، اختار انا عايز اكمل حياتي في انهي مجال او في انهي شغلانه، او انا عايز ابقى انهي شخصيه عامه في المجتمع، واشوف اكتر حاجه انا حاسس ان انا عايز اشتغل فيها، وكنت هبذل كل مجهودي ووقتي وطاقتي في المجال ده. والمونتاج هو اللي تقدر تقول كده انقذني وانا عندي 30 سنه، مع ان كان ممكن يخليني ملك لو كنت بدات وانا عندي 20 سنه. فنفهم من النقطه دي ان التشتت وحش. ممكن تبقى جامد في مجالات كتير جدا بس انت لازم تشتغل في مجال واحد بس منهم، لازم تختار مجال واحد يبقى هو ده مجال شغلك. لو ركزت في كذا حاجه مش هتعمل ولا حاجه. تاني حاجه كنت اقولها لسيف وهو عنده 20 سنه، بلاش تضيع وقتك على القهوه مع صحابك، وحاول تصاحب اللي اشطر منك دايما. يا سلام بقى لو فاهم في المجال اللي انت بتحبه او المجال اللي انت نفسك تشتغل فيه. خليك فاهم ان الصاحب اللي مش هيقربك خطوه واحده من حلمك هيبعدك عنه. وانا فعلا من الحاجات اللي اخرتني كتير وبعدتني عن هدفي كانت صحابي، فتره الشارع بقى والقهوه والشقاوه والحركات دي. تالت واخر حاجه كنت هقولها لي، اعمل كل يوم حاجه بسيطه واحده وداوم عليها لمده سنه. كل يوم حاجه واحده بس من الحاجه دي لمده سنه، كده كده السنين هتعدي سواء عملت حاجه او ما عملتش. اقسم بالله كل يوم حاجه واحده بسيطه جدا، وسيب السنه تعدي براحتها زي ما تعدي. وشوف مثلا ال20 ضغط اللي هتلعبهم في اليوم بس يقدروا يحولوك لشخص تاني لما السنه تخلص. هي كده كده هتعدي. او نص ساعه بس مذاكره كل يوم، بس كل يوم فعلا قادره تخليك الاول على دفعتك وبمجهود كل يوم بسيط. انا مش كل يوم ببذل مجهود كبير، انا ممكن العب 20 ضغط بس كل يوم، ممكن اقرا صفحه كتاب واحد كل يوم. كده كده الشهر هيعدي والسنه هتعدي. انت لو عملت كل يوم حاجه في 365 يوم فانت عملت 365 حاجه اخر السنه. سن العشرينات بصراحه انا شايفه مش للخروجات والسهر، سن العشرينات ده عشان تبني الشخص اللي يريحك في الثلاثينات. وانا مش غني بقى ولا بحاول انصحك ولا عامل نفسي بتاع تنميه بشريه والكلام ده. انا بحب اعمل فيديوهات وبحب اتكلم عن حاجات كتير جدا شغلاني، وبحب اتعلم حاجات جديده بس. فبعمل الفيديوز دي وبتكلم فيها عن الحاجه اللي اتعلمتها او اي حاجه مثيره للاهتمام. اخر حاجه هقولها في الموضوع بتاع فيديو النهارده، الجميل في الموضوع هنا انك تلحق تبدا في اي حاجه، لسه عندك وقت. حتى لو كنت 50 سنه وعايز تبدا في حاجه او نفسك تعمل حاجه، مش عيب ولا حرام، روح يا باشا. يلا كل سنه وانت طيبين. سلام.